السلام عليكم، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل فردة جديدة للفطير، وهقولك اهم عوامل نجاح الفطير ايه. حلو الكلام. يلا بينا نشوف الطريقة. نصلي على الحبيب ويلا نبتدي. معانا هنا مية عادية من الحنفية. بصي، مية عادية خالص، دوبنا فيهم معلقتين من السكر ومعلقة من الملح. هننزل على الدقيق، اي كمية دقيق انت عايزاها. انا هنا عاملة كيلو من الدقيق. هعمل شوية فطاير، بس الفطاير اللي انا هعملها تكون خفيفة شوية، مش هتبقى تقيلة، فاهماني؟ يعني في فطيرة بتبقى تخينة وفي فطيرة بتبقى رفيعة، على حسب. انا هنا هعملهم رفيعين شوية عشان هعينهم للمدارس وهم نازلين الامتحانات كده ياخدوها معاهم، او هم قايمين الصبح يفطروا بيها، تكون خفيفة كده. هنا زي ما عرفتك قبل كده، انت ما بتقدريش تعجني ال10 دقايق كلهم. انا بعمل ايه؟ بعجن عجنة صغيرة زي ما انت شفتي، وبسيبها شوية صغيرين وبرجع اعجنها تاني. وريتك هنا يعني كانت اول عجنة بس، ومطتها كده اتمطت معايا بمنتهى السهولة. مفيش اسهل من كده طبعا. عجنتها مرة كمان وما عجنتش فيها كتير زي ما انت شايفة اهي، وهتعمل معايا عرق وهتبقى زي الفل وبدقيق عادي جدا، مش دقيق متعدد الاغراض. وهبتدي كده اكور على حسب. بص انا هنا هقول لك، انا المره دي غير كل مره. الكوره اللي هعملها هتبقى لفطيره. حلو الكلام. كل مره بنعمل طرق متغيره. النهارده هعلمك طريقه تانية مختلفه لطريقه الفطير. المهم في طريقه الفطير ان احنا نطلعه مورق، دي اهم حاجه في الفطير. الطريقه بقى دي اللي تريحك انت، استخدمي الطريقه اللي مناسبه معاكي. عملتلك في الاول طريقه، ودي طريقة تانية، وهحاول يا رب ذكرني انزلك الطريقة الاولانية في صندوق الوصف. هنا حطيت حبة زيت صغيرين عشان في ناس قالت لي انت بتحط زيت كتير جدا على الفطير. انا حطيت هنا زي ما انتم شايفين حبة صغيرين خالص. ولو انت عايزة يعني قلة مواعين كتير، حطيت في نفس الصينية اللي انا هشتغل فيها برضو. جبت هنا بوري حضراتكم اهو ان انا هفردها بمنتهى البساطة اهو. رشة زيت بسيطة على الرخامة، وهبتدي افرد كده بايديا. وبصوا مع ايدي كده على فوق كده شوية سمنة صغيرين، يعني شوية سمنة صغيرين كده عشان ابتدي افرد بيها، وبالمرة ارشها. انا رشيت السمنة اللي هي عايزاها محتاجاها وفردتها زي مستطيل كده. وهبتدي اقطع من الجنب ده زي الجنب ده. بس هقولك انا الجنب اللي انا سبته في الاخر ده هو اللي هيبقى الكفر الخارجي ليها. حلو الكلام. ماشيين مع بعض واحدة واحدة اهو، وهعيدها لك مرة واتنين وتلاتة علشان تبقي ناجحة في كل فطيرة بأمر الله. اهو بصي، يعني هي الحتة المقطوعة اللي انا وريتها لك دي هخليها جوه، وهاخد التانية اهو. شوف التطبيقة، غلفتها تغليفة محترمة كده علشان يبقى كفرها حلو من بره وتنفخ معاكي. لو هي مخرومة مش هتنفخ، بس برضو مش هتبقى وحشة، يعني علشان انتي بتشوفيها نفخة من فوق كده وهي في الفرن، علشان خاطر ما بتبقاش مخروم. حطيت في نفس الطبق ورجعت افرد الفردة التانية، حتة سمنة صغيرة وهبتدي افردها طول. بصوا عاملة زي الملبن، بتتفرد معاكم بمنتهى السهولة. بصي انا بفرد اهو وتتفرد معايا. بصي جميلة 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 جدا. واحنا بنشوف كده الفردة الحلوة دي، ما تنسنيش في لايك وتعليق وشير وقول لاصحابك كده عشان القناة تكبر. وانا بتبسط قوي يا جماعة، زي ما قلت كل فيديو هقول لكم ان انا بتبسط من تعليقاتكم. بصوا بفردها كده زي ما انتم شايفين على مستطيل، يعني مستطيل بالطريقة اللي تريحك. فردنا كده، وهبتدي برضو اقطع من الناحيتين هنا زي هنا. وزي ما قلنا هسيب في الاخر واحدة تكون اعرض شوية. الفايدة ان احنا بنحط ورقة على ورقة لغاية لما تتفرد. قطعت اهو ولفيت نفس اللفة، واحدة من هنا وواحدة من هنا. نصيحة يا جماعة، اللي عايز يعمله محشي ممكن نحط في اول ورقة من الاول الحشو اللي احنا عايزينه، وكده يبقى الفطير الشرقي المحشي برضو بمنتهى البساطة. وان شاء الله اعمله لكم في مرة تانية ويبقى بسيط، واعمل لكم الفطير بتاع الطاسة. هنا بصراحة انا عديت ديت لانها كانت ما شاء الله، دي كانت كبيرة، ما كانتش جايبة الكاميرا كلها، ما كانتش جايباها، ف قطعتها وعملتها. بس هعمل لكم غيرها ان شاء الله واوريها لكم. دهنتها اهوت وهبتدي المها كلها. تمام، لميتها خلصتها. ودي واحدة تانية اهي برضو علشان تبقى الطريقة واضحة قدامكم. انا عايزاكم تبقوا اشطر ناس في عمايل كل حاجة ان شاء الله. قطعت اهو، برضو سايبة الحتة اللي ورا زي ما انتوا شايفين اهو. لميت يمين وشمال وابتدي اتني
وابتدي برضو يمين وشمال وابتدي اتني تاني. النتيجة ديت برضو بتورق الفطير. اهم حاجة يا جماعة ان يكون في الفطير تانيات كتيرة، وتكون الفردة كده محترمة علشان خاطر تبقى معايا مورق. هو ده سر توريق الفطير. سر بقى تسويته وسر ان هو يطلع طري هقولك تعملي ايه. طبعا دلوقتي احنا دهنا الصينيه بتاعتنا او الصاج بتاعنا او اي حاجه احنا هنسوي فيها. حلو الكلام. دهناها دهنه بسيطه، وهنا انا سيبته يرتاح براحته خالص. لو انت جيتي فردت الفطيره كده زي وما اتفردتش يبقى سيبيها ترتاح، لسه محتاجه ترتاح. انا هنا فطيرتي ارتاحت. ونصيحه صغيره يعني يمكن الله اعلم القنوات التانية قالتها ولا لا، الفطير طول ما الدنيا ساقعه ما بيرتاحش، لازم يرتاح في مكان دافي يا جماعه. هتغطيه وتحطيه على البوتاجاز وتقفلي له الشباك. تمام كده دهنته واتفرد معايا زي الفل، بس برضه هسيبه بتاع نص ساعه يرتاح كمان قبل دخول الفرن. فردتهم كلهم اهمت زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ادخله على درجه حراره عاليه جدا. اكون مسخنه الفرن قبلها بمده كبيره. حلو الكلام. يكون الفرن سخن 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 جدا. نصيحه يا جماعه عشان يطلع طري. ولو انت فرنك ما بيحمرش قوي، اتاكدي من تحت لما اتحمرت من تحت تطلعيها، او اديها في الشوايه دهنه بسيطه كده، قصدي حبه صغيرين كده في الشوايه وطلعيها عشان تبقى طريه معاكي زي ما انت شايفاها. ده من عوامل نجاح ان هو يطلع طري. عرفتك التوريق ازاي ويبقى طري ازاي. وطبعا اول ما يطلع عايزاه طري بزياده لفيه في حاجه على طول، يعني حطيه في شنطه، لفيه في كيس، اللي انت عايزاه. المهم ان هو يطلع طري ومورق زي ما انتوا شايفين. وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واترككم في رعاية الله وامنه وفي حفظ الله وفي امن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشوفكم فيديو جديد مع فطير جديد، وبألف هنا وشفا على القلب كل اللي هيعمله. وباي باي وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم.